مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب هيك كم يوم، صار لي فتره ما نزلت فيديو. بس بتعرفوا تحضيرات العيد ومعمول العيد وهالقصص. اليوم جبت لكم وصفه معمول العيد، الوصفه الاصليه والتقليديه اللي متعودين عليها من ايام زمان. وانا هاي الوصفه تعلمتها من ماما يعني وصراحة يعني طبقتها مرة وهي التانية. بس يعني كل مرة عم تصير أحسن من المرة اللي قبلها. بس إن شاء الله أنتوا إذا التزمتوا بالمقادير، يعني أهم شيء إنه ما تغيروا أبدا بالمقادير. التزموا فيهم وأكيد رح تطلع الوصفة ناجحة إن شاء الله. هون المقادير هي لكيلو ونص سميد. وانا حطيت لهم كيلو سمنه، لكل كيلوين ونص سميد كيلو سمنه. وطبعا راح بسهم بالسمنه والسميدات وراح اتركهم 24 ساعه كامله لحتى تفتح حبه السميد. بيعطيني نتيجه احسن. يعني بدكم تنطروا عليهم شوي. ايه، وهون تاني يوم هيك صاروا. طبعا انا شلت شوي من الكميه، انه بدي اعمل فيهم كعكات مع الحين، وتركت هدول الباقي لحتى اعمل فيهم المعمول بعجوه. ايه، فهون بداية راح احط لهم باقي المقادير. وراح اديره شوي على ماكينة الكبة لحتى يعني حتى ما يعذبني كتير بالعجن. هلا هون حطيت له كاسة حليب بودرة او ما يعادل 100 جرام من الحليب. تمام. حطيت له 4 معالق سكر بودرة كمان، وحطيت له معلقتين محلب، ومعلقتين 3 ماء زهر. وهيك هلا صاروا كل المكونات جاهزة. هذا هو كتير عجينة سهلة. بخلطهم شوي وبعدين هلا رح احط لهم كمية المي. طبعا بيحتاجوا تقريبا هن مو كيلوين ونص، رح يحتاجوا تقريبا كاستين ونص مي لكل كيلو كاسة مي تقريبا. طبعا انتوا لا تحطوها دفعة واحدة، بس ان شاء الله الكاستين ونص رح يكونوا كافيين. وانا درتهم على الماكينة وصارت العجينة جاهزة. رح اتركها ترتاح شوي لوقت بدي اعمل العجوة. هون انا جبت عجوة هون، حطيتها وحطيت لها معلقة قرنفل وجوز الطيب مخلوطين سوا، وما يعني معلقة واحدة. وحطيت لها كمان معلقتين قرفة ومعلقتين سمنة. رح اعجنها ورح شكلها على شكل كرات لحتى تكون جاهزة عندي لما بحشيها بالقوالب. وهلا هيك صارت العجينة جاهزة وشكلتها على شكل كرات وبس. ورح بلش اشتغل بالمعمول. طبعا ما بده شي، هيك بتاخدوا قطعة مثل ما نكون شايفين وبتحطوا بقلب العجوة بنحطه بالقالب، ولا اسهل من هيك. طبعا اكيد بدكم يكون حدا عم بيساعدكم، بتخلصوا الشغل اسرع. بس اذا ما عندكم حدا، يعني فيكم تعملوا كل يوم كمية، مثلا كيلو او اكتر. بس يعني بده شغل. ايه، وهون كانوا خالصين كلياتهم وانا حميت الفرن وبلشت بدي اخبزهم. طبعا من تحت وبعدين من فوق، وما بياخدوا كتير وقت بالفرن. بيستووا بسرعة وياخدوا لون وبيصيروا جاهزين. وطبعا هون بعد ما خلصت كمية المعمول بلشنا بالكعك مثل ما نكون شايفين. هون اكيد يعني لازمنا مساعدة من جوجو العسل بنتي. ايه، ولما خلصنا الكعكات هيك مثل ما انكم شايفين بتكعكون انتو بالشكل يلي انتو بتحبوه. يعني اذا في عندكم اطفال وخليهم يساعدوكم، بحبوا هاي القصص كتير وانتو كمان بتخلصوا اسرع. وشغل مثل ما قالت جوجو ممتع. ايه، وخلصنا الكعكات. وطبعا هون بس الكعك نفس العجينة اللي عملتها، بس انه لما حطيت المي حطيت لها معلقة او معلقتين ملح، طبعا حسب ما انتم بتحبوا انه درجة الملوحة تبعيته. انا حطيت له معلقة واحدة كانت كافية. وكمان بنخبزهم بنفس الطريقة وبصيروا جاهزين. وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة، هاي المعمولات وهدول الكعكات. وصحة وعافية على قلبكم. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني إذا عم تحبوا الوصفة. عن جد طبقوها راح تحبوها كتير. ويلا باي، وكل عام وانتم بألف خير يا رب.